المشكل ديال نهضة بركان، هذا المشكل غادي يبقى ديما يتكرر مع هذيك الدولة هذيك، غيبقى ديما يتكرر، رغم أنها الناس ماشي شغلهم نلبس الليموني نلبس الخضر ندير الراية ما نديرش الراية ما شغلهمش. ما معترفينش بداك، قال لك هما بعدا هما بيي نوتر، قال لك حنا ما عندنا علاقة بالصحراء، قال لك ما عندهم علاقة بالصحراء بدلة فيها خريطة المغرب رافضين وحابسين الناس في المطار خصنا نتعاملوا معاهم بالمثل. خصنا دابا المعامله بالمثل، ما بقيناش ديك اليد الممدوده. انا كمغربي مواطن كنقول لدوك المغاربه ديالنا اللي قال لك تقدميين وتحرريين وصحاب خاوه خاوه، سيفيني خاوه خاوه، سيفيني ما بقات لا خاوه خاوه ولا والو. يعني هذه ماشي معاملة إنسانية. حنا المغرب الحمد لله بلاد الجودة والكرم. حنا اللي كيجي عندنا كنتعاملوا معاه بمعاملة حسنة. هذه كرة القدم ما داخله لا في السياسة ولا في والو. نادي بركان مشات تلعب في الجزائر وعندها الشعار ديال المغرب، الله الوطن الملك. علاش اش من معامله هذه المعامله؟ حنا اللي كيجي عندنا في الدول العربيه كنفرحوا به وكنفتحوا ليه المجال. هذا الشيء ما دخلش في السياسه، هذه رياضه، هذه كرة القدم رياضة. ربحتي بصحتك خسرتي بصحتك بحال بحال، ماشي مشكل. هذه ماشي معاملة. المغرب امرأة صاحب الجلالة نصر الله، المغرب اللي جا كيفرح به واللي جا كيمشي على خاطره. هذه ماشي معاملة باش تحبسوا الناس تخليهم في المطار باش ما يدخلوش، راه ماشي معاملة. هذه كرة القدم ما دخلتش في السياسة، ما دخلش هذاك الشيء، بعيد على كرة القدم. الحمد لله بالنسبة للمغرب بلد مضياف، يعني أي حد كيف ما كان نوعه تنضيفه. يعني بطبيعة الحال تعرف يعني الجامعة تدي أكثر من الجهد ديالها باش أنها تخلي بلاد مزيانة، لا بالنسبة للكرة ولا بالنسبة لجميع المجالات يكونوا بطبيعة الحال مزيان. ولكن باش هذا الشيء خاصنا نتجاوزوا هذه المشاكل بحال اللي شفنا مع بركان، يعني ما كاين